تونس يرفع كأس مصر مع كابتن التيم عبد الواحد السيد، ويعود مرة أخرى عبد الواحد السيد لحمل كأس مصر بعد غياب يعني طويل. 5 مواسم سابقة كان بيحلم نادي الزمالك طبعا تحديدا آخر لقب ليه كان كأس مصر منذ عام 2008-2009. ودي الفرحة من جماهير نادي الزمالك بالفوز باللقب اللي أكيد هيدي حلاوة فيما هو قادم. نتمنى بقى تكون بداية زي ما قلت لحضراتكم لعودة النشاط للمستطيل الأخضر والملاعب، ونشوف ده ينعكس. وادي شيكابالا عريس طبعا شيكابالا نادي الزمالك ومعشوق القلعة البيضاء بيتوجه للجماهير وبيعيشوا طبعا احتفالية الفوز بالكأس مع جماهير الوايت نايتس جماهير نادي الزمالك. وادي الصواريخ بتعلو سماء مدينة الجونة وملعب الجونة. وادي الدكتور كمال درويش سعيد طبعا في شكل لما يكون مجلس إدارة يستطيع ان هو في عهده يحقق بطولة، بتبقى يعني شيء جميل بيتحسب لمجلس الإدارة وأيضا يتحسب للاعبين والجهاز الفني. ودي طبعا لازم تكون الرسالة اللي موجهة لأي مجلس إدارة في أي فريق، ازاي تهيئ الجو المناسب لفرقتك. فرحة طبعا وأعلام بيضاء ودخلات وحشتنا كتير جدا الدخلات. وادي الجماهير بتحمل طبعا الكأس لأن هي الجماهير. وادي طبعا رفع الكأس من الوايت نايتس ورابطة مشجعي نادي الزمالك اللي صبرت كتير جدا لهذه اللحظة اللي بينتظرها طبعا كل عشاق الأبيض. نتمنى ونقول ان دي رسالة هتبقى فيما هو قادم ان احنا نعلن ان احنا جماهير هتلتزم وهتبقى تشجع بشكل نقدر نقول ملتزم، علشان يبقى في تواجد للجماهير مرة أخرى في الملاعب الخضراء والمدرجات. مفيش شك طبعا ان الحلاوة والمتعة والإثارة بدون الجماهير ما تبقاش موجودة، عشان كده دي هتبقى رسالة وإن شاء الله يبقى إعلان لعودة النشاط وعودة الجماهير. نتمنى أيضا النادي الأهلي غدا إن شاء الله إن الكأس الأفريقية تكون للمرة الثامنة من نصيب النادي الأهلي، ونتمنى أيضا كل الجماهير تؤازر إن شاء الله بكرة النادي الأهلي، وتؤازر أيضا منتخبنا يوم 19 في لقاء مع غانا. كلنا إيد واحدة، كلنا نرفع شعار هيا بنا نبدأ عهد جديد في مصر على كافة المحافل الرياضية وكافة المحافل الأخرى على المستوى الرياضي، لأن الرياضة بقول لحضراتكم هي البداية الرياضة. وكل جماهير مصر تعشق كرة القدم بشكل كبير جدا. وادي منظر رائع في مدينة الجونة الجميلة اللي بحيي والله يعني كل القائمين على طبعا ملعب الجونة ومدينة الجونة الجميلة، كل القائمين على تنظيم هذا اللقاء اللي شاركوا فيه ان هم يدونا صورة جميلة، صورة حلوة، صورة اكثر من رائعة. وفرحة هنا من لعيبة نادي الزمالك بحمل الكأس. شايف احمد علي ونور السيد، احمد حسن، محمد ابراهيم، حازم امام، الكل فرحان بكأس مصر. احمد حسن يعني عميد لاعبي العالم، احمد حسن اللي كان بيسعى جاهدا بكل الطرق ان هو يكون موجود في هذه المباراة، زود على نفسه في التمرين في الآونة الأخيرة، بقى موجود في التشكيل.